بداية الخلق زي ما بيحكوها لنا ان ربنا عجن حتة طينة ونفخ فيها، فده بقى آدم اللي حطه في الجنة، وبعد شوية خلق له حواء عشان تونسه. دنيا آدم وحواء كانت ماشية زبادي خلاط لحد ما الشيطان عرف يلعب بيهم وكان سبب لنزولهم على الأرض وشقائهم وشقائنا. ومن وقتها ابتدى الجنس البشري بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي مع شوية تغييرات بسيطة. أما قصة عبرة صحيح. بيتريقوا بتوع نظرية التطور، مش عاجباهم القصة، وبيقولوا ان الانسان اصله قرد وبيتقابلوا في سابع جد. نظرية داروين. مش بس كده، دول بيقولوا ان القرد نفسه جه نتيجة سلسلة من التطور من حيوانات قريبة منه وهكذا. وبيقولوا ان الثورة في علم الجينات والحفريات اللي عمالة تظهر بتأكد كلام. السؤال هنا، فين الحقيقة؟ هل الكلام اللي بيقوله الدين فعلا غلط؟ وهل جه الوقت اللي نراجع فيه معتقداتنا وافكارنا، ولا احنا اللي فاهمين غلط؟ ده اللي هنتفزلك فيه النهارده. ربنا يعدي الكريب ده على خير. فلوسك شوكة اجيب اوتوجن واسيب سكسوكة عامل الدنيا كما تاكل سوكة. كيفي كده كيفي هنا واللي اقوله همشي. كيفي كده كده كيفي هنا زميلي موقعي ده مفيش جنبي. كيفي كده كيفي هنا واللي اقوله همشي. في الاول خلينا نعرف ايه هي نظرية التطور اللي مخسرانا بعض دي. النظرية ببساطة بتقول ان كل الكائنات اللي موجودة على الارض مرتبطة ببعضها واصلها واحد، اللي هو الكائن احادي الخلية، النونو اللي انت شايفه ده. ايه ده؟ كل شيء جايز. النظرية بتقول ان عملية التطور بتبتدي بالطفرة، وده تغيير عشوائي بيحصل في الدي ان ايه او الحمض النووي اللي بيشيل الصفات الوراثية للكائن، طوله وعرضه ولون شعره وغيرها من الصفات. طبعا الصفات الجديدة اما تكون كويسة او تشوهات، عشوائي بقى. وهنا يجي دور المرحلة التانية من التطور، الانتقاء الطبيعي او البقاء للاصلح. اضربني على حاضر. حسب النظرية الصفة لو كويسة هتحسن فرصة الكائن انه يعيش وينقل جيناته المتعدلة للأجيال اللي بعده، وده مع الوقت هيأكد الطفرة كصفة أساسية، بعكس التشوه أو الصفة اللي ملهاش لازمة اللي ممكن تخلي الكائن عرضة أكتر للافتراس وبالتالي هتختفي. كل ده مع الوقت هيؤدي لظهور صفات جديدة لنفس النوع، وده اسمه التطور الصغير. القرد هيفضل قرد بس بديل أقصر شوية. خلينا بقى في السؤال المهم، ازاي الكائن بيتشقلب حاله ويتغير لنوع تاني خالص؟ بص الإجابة هتنط من عينيك. تراكم الطفرات خلال فترة طويلة جدا بيغير الكائن ويؤدي لظهور كائن مختلف تماما عن الكائن الأصلي. شطور يا كبير شطور. الفرخة اللي بنذبحها وناكلها دي حضرتك طلعت حفيدة الديناصور، بس اختلاف البيئات وتراكم طفرات محددة على مدار فترة طويلة جدا خلت من أحفاد الديناصورات مجرد فراخ. يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. وبالتالي حسب النظرية كل كائن حي موجود على الأرض مرتبط مع كل الكائنات، بس الفرق بينهم وقت وبس. يعني واحد منهم ظهر قبل التاني بما فيهم احنا. وممكن ده يفسر ان سفينة نوح قدرت تشيل أصل كل الكائنات الحية اللي موجودة على الأرض دلوقتي. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. تطور علم الجينات وظهور حفريات لحلقات وسيطة بين الكائنات اللي موجودة دلوقتي وأسلافها اللي كانت موجودة من ملايين السنين بيقوي نظرية التطور اللي ممكن مع الوقت تبقى ريفرنس لنشأة الحياة على الأرض. يا ابو سوسو. جمد قلبك وما تتخضش، نظرية التطور ما جابتش حاجة جديدة. وتعالوا نشوف ربنا قال ايه عشان نصلح الأساطير اللي في دماغنا. أول أسطورة، ربنا ما قالش انه عجن حتة طينة ونفخ فيها عشان يخلق آدم زي ما بيقولوا لنا. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ اتقل وتعال نشوف القرآن بيقول ايه. القرآن بيقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني احنا اتخلقنا على مراحل وأطوار في زمن طويل جدا. هيجي واحد يقول لي ان القرآن برضو قال وبدأ خلق الإنسان من طين. الطين هو الأصل والبداية فعلا، وكمل معايا كمالة الآية لأن هي دي الزتونة. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يبقى الخلق الأول وبعدين التكاثر اللي احنا نعرفه دلوقتي. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. يعني التسوية وظهور آدم بشكله وصورته المعدلة دلوقتي كان بعد خلق الإنسان بفترة طويلة جدا بوقتنا دلوقتي. ليه؟ لأن ربنا قال وإن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون. وكلمة نفخ فيه من روح
ممكن تكون معناها انه اداله السلطة او السيطرة على الكل، مع ان الانسان مش اقوى كائن ربنا خلقه. مش محتاجة حاجة يعني. كل ده ربنا اكده تاني وعمل له بريفنج لما قال والله انبتكم من الارض نباتا. طلعنا من الطين واتطورنا زي النبات لحد ما وصلنا للشكل الحالي. وممكن الآية دي تكون انديكيشن للأصل الواحد اللي نظرية التطور بتتكلم عنه، يعني كل الكائنات من أصل واحد وظهرت ورا بعض كفروع رئيسية في شجرة التطور، زي القصة ما اتحكت في سفر التكوين. فرع للأشجار، فرع للأسماك، فرع للطيور، فرع للثدييات، وفرع للإنسان، وكل فرع خد طريقه في التطور. أمال إزاي ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ هقولك إن ده دليل تاني على التطور. بص أول حاجة ربنا قال جاعل، ما قالش خالق، ده معناها إنه كان موجود أصلا. وبعدين الملائكة ردت وقالت إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب الملائكة عرفت منين إن إحنا هنعمل كده؟ اتوقع يا اخي. التفسيرات بتقول إن الملائكة شافت الجن بيعملوا كده فتوقعوا إن إحنا هنعمل زيهم. هقولك أنا آسف، الملائكة ما بتتوقعش، لأن ربنا لما حب يبين لهم قيمة العقل اللي هيفرق آدم عن باقي الخلق عمل إيه؟ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. توقعوا؟ ما حصلش، حياتك ما حصل. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. امال عرفتوا منين إننا هنخربها؟ إلا لو شفتوا البروتوتايبس اللي شبهنا بس من غير مخ بتعمل كده. كل ده يقولك إن الدين بيقول إن آدم كان نهاية سلسلة من التطور، وما كانش حتة عجينة زي الأسطورة ما بتقول. ولحد دلوقتي إحنا بنتطور وهنفضل نتطور. يا لئيم انت لئيم. في المطلق مفيش تعارض بين الدين ونظرية التطور، بالعكس ده الدين اتكلم عن التطور وحكى قصته قبل ما حد ما يفكر فيها أصلا. امال الاعتراض على إيه؟ الاعتراض في النظرية على كلمتين، عشوائي والصفة اللي ملهاش سبب. كلمتين دول عايزين يقولوا بيها إن مفيش تنظيم للعملية وبالتالي مفيش خالق. يا عم استغفر الله العظيم يا رب. بص على المخلوقات اللي حواليك كده مش هتلاقي أي عشوائية. كل كائن مظبوط بالشعر على المكان اللي هو عايش فيه، من أول حجمه ولونه ونوع أكله. ولو غيرت بيئته أو نوع أكله مع الوقت هيتطور عشان يلائم المكان الجديد اللي هيعيش فيه. اللي هيأكد لك كمان وجود خالق صفة ملهاش لازمة. صفات كتيرة ملهاش لازمة استمرت في الكائنات على مدار العصور عشان تبقى صفة أساسية، زي الألوان الحلوة اللي انت بتشوفها في الطيور وفي الحيوانات، أو ظهور بعض السلالات الأضعف من الكائن الرئيسي زي الغزال مثلا. وده معناه إن الجمال لما بيخش في الموضوع ما بيبقاش البقاء للأصلح. انت هنا قدام فنان بيرسم لوحة تنفي أي عشوائية وتقولك إن احنا بس اللي نظرنا ضعيف. الخلاصة إن داروين حاول بس وقع في كذا غلطة زي أي حد فينا. تطور حقيقة فعلا، بس مراحل التطور لغز لسه ما وصلنالوش. ومتهيألي جه الوقت اللي نبطل ننشف دماغنا عشان نقدر نفكر مع بعض ونفهم أكتر ونبقى قد مسؤولية الخلافة. أشوفكم على خير. يا الله الله يا الله الله يا الله